اهلا بيكم في يوميات منى حمدي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هنعمل مع بعض صينيه كوسه بالفراخ. بصوا الطريقه دي حلوه جدا. هنعمل الفراخ مثلا، بنتبلها الاول بملح وفلفل اسود وبابريكا وكاري وكركم ورشه كزبره ناشفه ومعلقه خل. لو انت هتعمليها بخضار او من غير خضار، لو عملت الطريقه دي وتبلت الفراخ الاول وعملتها بالشكل ده هيبقى طعمها حلو جدا. يعني لو ما عندكيش وقت بتتبليها وتسيبيها مثلا على ما تقطعي البصل وتقطعي الخضار. لو انت هتعمليها في صينية كوسة مثلا زي اللي انا هعملها دي، او هتعمليها ببطاطس او خضار مشكل اي حاجة، وتسيبيها شوية وبعدين تحطيها معاها. هنا بقى انا حطيت البصل والكوسة اللي انا مقطعاها دي، دول حوالي كيلو كوسة او كيلو الا حاجة بسيطة. بغسلها كويس وبقطعها دواير بقى كده، وبعدين بتبلها زي ما تبلت الفراخ كده. بحط لها بقى رشة ملح، رشة فلفل اسود، رشة بهارات، كمون، رشة صغيرة. والكمون بيفرق جدا، ودي البابريكا وكركم وكاري. الكمون رشة صغيرة مع الفراخ بتدي طعم حلو جدا، بس رشة بسيطة خالص. الطماطم بقى ما عادش احط بقى الطماطم نية، لازم الاول اغليها شوية كده. لما تغليها شوية وتحطيها بقى على الخضار والفراخ وكده بيبقى طعمها حلو، غير لما تتحط وهي نية. او يعني مش لازم تتسبك قوي يعني، بس غلوتين كده على البوتاجاز. وبحط بقى الفراخ واحط لها الصلصة او الطماطم اللي انا غليتها دي. بحط على الخضار الاول، وبعدين بحط بكملها واحطها على الفراخ. يعني احط الاول النص الاولاني على الخضار والنص التاني فوق الفراخ بالشكل ده كده. وبعد كده بحطها في الفرن. انا عايزه اقولك ولا تحط لها بقى ميه ولا اي حاجه، هي هتنزل ميه بالصلصه مع الفراخ وكده، وهتستوي كده على مهلها، بتبقى جميله جدا. لو انت مش عايزه تحطي كوسه ممكن تحطي بطاطس، وانا حطيت هنا معلقه زيت كده على الوش عشان تدي للفراخ لون حلو. اي خضار انت بتحبيه حطيه بقى تحت الفراخ. اي حاجه عندكم في التلاجة، ما عندكيش خضار، عندك جزرايه بطاطسايه مش عارف حطيت معلقه سمنه كمان عشان يبقى طعمها احلى. اي خضار عندك حطيه تحت البطاطس. ورحت بقى عامله برام رز. بحط الرز طبعا. انت تبقي عارفه انت المعيار. عموما المعيار الرز اللي هو الرز الحبايه العريضه ده، على وش الرز سواء في برام او حله على النار بالمعلقه. يعني تحط المعلقه تبقى اللي هي معلقه الاكل اللي احنا بناكلها دي، اللي هي من فوق كده تختفي، يبقى ده كده معيار الرز مظبوط. بقلب عشان الملح بقى ما يعني تقلب الرز كده بالملح عشان الملح يتوزع في الرز كله، ويبقى الرز كله طعمه حلو. وزودت انا المية، وبعد كده بحط بقى الاتنين في الفرن، صينية الفراخ والرز. وفي الاخر بالشكل ده بعد ما طلعت من الفرن. بصوا بقى الرز اللي هو طالع من البرام تحفة جدا. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.